بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن عقد قران الملحن الكبير حلمي بكر على زوجته سماح القرشي. زي ما احنا عارفين ان حلمي بكر كان منفصل عن زوجته الاستاذه سماح القرشي فتره طويله، وفجاه كده يوم الجمعه كلنا سمعنا عن بعد الصلاه ان الملحن الكبير حلمي بكر عقد قرانه على طليقته او دلوقتي هي زوجته السيده سماح القرشي. السيدة سماح القرشي أنجبت من حلمي بكر بنت وسمتها ريهام، واللي اختار اسم بنته هو حلمي بكر ذات نفسه اللي اختار اسم بنته. حب ان يكون اسم بنته على مزيج من اسم اخوها هشام، يعني ريهام هشام كده، في بينهم وبين بعض حروف مختلطة. احنا فوجئنا بعد ما كان بينهم مشاكل كبيرة قوي وكان بينهم قواضي، والحمد لله حصل خير والصلح خير بينهم. فوجئنا بعقد القران. زي ما انتم عارفين ان معلومة يعني اول مرة هنعرفها او مرة تعرفوها، ان السيدة سماح القرشي هي والملحن الكبير حلمي بكر تزوجهم في مارس 2015، وانجبهم بنتهم ريهام في ديسمبر 2016. ريهام واخوها هشام الفرق بينهم يعني مش كبير، في حدود مثلا دلوقتي وهو عنده 47 سنة. مع العلم ان حلمي بكر اكبر من زوجته السيدة سماح القرشي ب51 سنة. حلمي بكر دلوقتي بيبلغ من العمر 86، هو مواليد 1937. الملحن حلمي بكر تزوج اكتر من 12 مرة، اتزوج اكتر من 12 مرة. في ال 12 مرة طبعا خلف ابنه الوحيد هشام، وبعدها بفترة تزوج بعدها فترة كبيرة طبعا تزوج السيدة سماح اللي هو جاب منها بنته دلوقتي اللي هي ريهام. في ناس بيتكلموا بيقولوا ان الزيجة ديت رجعت على اساس ان السيدة سماح عايزة تضمن حق بنتها. وكمان في ناس بيقولوا ان حلمي بكر هو عايز كمان يضمن حق بنته من ابنه هشام. بس كل الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده كله افتراء وكذب، مش حقيقي. كل الحكاية ان البنت هي اللي عايزة تعيش بين مامتها وباباها. طبعا الفرق بينهم بين بعض كبير، استحالة ان هي يعني جاية عشان تاخد ورثه مدام سماح كده، لا مفيش حاجة. البنت عايزة تعيش بين مامتها وباباها وده حقها، وحقها ان هي تعيش بين الام والاب، وطبعا الصلح خير بينهم. وكمان بنتمنى لهم ان شاء الله كده حياة ان شاء الله هادية. حتى انتوا لو كنتوا تشوفوا ان ديت رغبة البنت، الام وهي بتعقد القران كانت برضو ما كانش باين عليها الفرحة، ما كانش باين عليها ان هي مبسوطة قوي يعني ان هي بتعقد القران. في انباء بيقولوا ان هم احتمال يعملوا الفرح في احد النوادي، او هيعملوا بارتي بسيط مع يعني في البيت كده. هو العقد القران تم في بيت السيدة سماح، فلسه ما نعرفش هل هيحصل فرح او هيحصل حفلة بسيطة كده تجمع الاصدقاء والحبايب بينهم وبين بعض. لسه ما نعرفش ايه بالظبط اللي هيكون ان شاء الله في الايام الجاية. بنتمنى لهم كل خير والف الف مبروك والصلح خير بينهم. حبايب قلبي، اتمنى يا رب النهارده يكون الفيديو بتاعي خفيف على قلبكم. ما تنسوناش طبعا باللايك بتاعكم الكريم اللي انتوا دايما بتدعمونا بيه، وكمان ما تنسوناش طبعا بالكومنت جميل كده زيكم وتقولوا لنا ايه رايكم النهارده في حلقتنا الجميله دي. وما تنسوش طبعا تباركوا للاستاذ الكبير الملحن العظيم حلمي بكر.